هاي هاي هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا عارفه اني بتاخر عليكم كتير جدا عشان اعمل فيديوهات، بس زي ما انتوا عارفين ان ظروف الشغل والدراسه معايا، فمش بقدر ان انا اعمل فيديوهات كتير على بعض ومرة واحدة. فعلشان كده فيديو النهاردة هيكون جامد جدا وانتوا طلبتوه مني جدا. فما تنسوش طبعا تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك، وكمان ما تنسوش كمان تعملوا لي فولو على التيك توك. على فكرة انا النهاردة جاية اقول لكم على طريقة ترجع لكم التيك توك اللي حابب بيقدر ان هو يحمل التيك توك الروسي. النهارده جايه اقول لكم على الطريقه اللي تحملوا بيها وازاي تشغلوه وكل ده. كمان اخر الفيديو هرد على كام سؤال كده اهو بتسالوني كتير جدا. فعشان كده انا جايه النهارده مختصر الكلام، هفيدكم مفيده واحده، هنعمل نصيحه واحده او مفيده واحده، معلومه مفيده، وكمان سؤال مفيد. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هقول لكم على الطريقه اللي تخليكم ان انتوا تحملوا التيك توك. اولا انا التيك توك اللي معايا بيجيب لي الدول العربيه، عشان ما تفتكروش ان أنا التيك توك بيجيب اي دول تاني مش عربيه. لا، التيك توك اللي انا هبعته لكم هيجيب الدول العربيه فقط، او ممكن يجيب الدول الاجنبيه برضو بس مش كلها. طيب نحمله ازاي وايه الطريقه وايه الحاجات دي؟ هقول لكم في لينكين هيكونوا موجودين تحت الفيديو او في اول كومنت مثبت. هتدخلوا على اللينكين دول، هيكون في واحد فيهم هتثبتوه. على فكره الموضوع ده مش هاكر ومش ههكر موبايلكم وهمسك الموبايل لو انتوا حملتوه، لان انا اصلا مش انا اللي عامله التيك توك المهكر ده. اوكي، انا اخداه من حد هنا روسي، وعشان كده حبيت ان انا افيدكم، لان كتير قوي بيكلمني عن الموضوع ده، فانا حبيت ان انا افيدكم. في لينكين. اول لينك انتوا هتثبتوا التيك توك العادي من غير يعني مفيش اي فزلكه فيها، هتثبتوه وهتمسحوا التيك توك القديم بالمناسبه عشان تقدروا ان انتوا تثبتوا التيك توك الجديد. وبعد ما انتوا تثبتوه هيبقى فيه اللينك التاني، تدخلوا على اللينك التاني وتعملوا تثبيت بس زي كأنه تحديث، يعني ابديت للبرنامج الاولاني. بس هو مش توك اساسي، يعني انت لو دخلت على اللينك التاني مش هتعرف ان انت تاخد التيك توك نفسه اللي هو اللينك بتاع التيك توك. انما لما تدخل على الاولاني وبعد كده التاني زي الطريقه اللي انا بقول عليها دي، هتعرف تحمل التيك توك زي ما انا بقول. طيب حملناه وتمام وزي الفل، عادي بتقدر انت تشتغل عليه وتدخل الاكونت بتاعك. وعندي طريقه تانية هخليكم برضو تنزلوا فيديوهات مش بس تسمعوا. ايه هي الطريقه؟ ركزوا معايا، ركزوا ركزوا مركزين تمام. بصوا بقى، في في بي ان شغال حلو جدا، وفي نفس الوقت بتقدر ان انت تحمل فيديوهات لما بتشغله. اي في بي ان برضه هسيب لينك الفيديو الفي بي ان من على جوجل بلاي، تقدروا ان انتوا تحملوه. تقدروا ان انتوا تدخلوا وتحملوه. ولو انت عايز تنزل فيديوهات بتعمل ايه؟ بتعمل يعني بتشغل الفي بي ان ده، وعلى اي مكان هو نفسه بيشغل، يعني على اي مكان. بس انا الحقيقه مش كل الفي بي ان بتشتغل معايا عشان انزل فيديوهات على التيك توك، هو الوحيد ده بس اللي بيشتغل معايا. فعشان كده من داخل تجربتي انا هسيب لكم، هو اسمه في بي ان ولونه ازرق، هسيبه دلوقتي هيظهر على الشاشه. وبعد كده هتثبت الفي بي ان ده، ولما تحب تعمل فيديو شغل الفي بي ان على موبايلك الاول، وبعد كده ادخل على التيك توك، وبعد كده نزل الفيديو اللي انت عايزه. مش هيوصل عند 60 بس، لان انا عارفه ان كل الناس اللي عندهم النسخه بتاعه روسيا بيوصل عند التحميل عندهم عند 60 وبيقف. لا، ده بيكمل عادي وبينزل، وبتقدر ان انت تشوف، والناس بتعملك لايكات، وفي متابعين كتير بتجيلك، يعني كله عادي، كأن الموضوع عادي جدا، وكأن التيك توك زي اللي احنا متعودين عليه. ده بالنسبه للتيك توك. تعالوا بقى نشوف كام سؤال بيتسأل لي. يعني احنا قلنا معلومه مفيده وسؤال، دلوقتي بقى موعد السؤال، فتعالوا نشوف السؤال ونرد عليه برضه. بصوا يا شباب، انتوا بتكلموني كتير على موضوع الشغل وازاي نقدم وايه اسم الوظيفة اللي موجودة بتاعة تينكوف. اسمعوني كده وركزوا معايا واحدة واحدة، لاني اغلب الكومنتات اللي عندي بنفس الشكل. تمام، فركزوا معايا. بصوا الشغل ده في حالة ان هو مش موجود للاجانب مع سي انجليسكوف يزكا الي ارابسكي يزكوف سو يبقى انت مش بتقدر تقدم، لان هما بياخدوا اللي محتاجينه او الطالب عدد الاشخاص اللي هما مطلوبين للشغل. يعني مثلا نقول مثلا هو مطلوب 10، فبياخدوا ال10، فخلاص مش هياخدوا حد تاني، فاهمني؟ فعشان كده ما تجيش تقولي ان هو نصب ومش نصب، لاني مش انا مسؤولة البنك، يعني مش بنكي انا، صدقوني. انا لو بنكي كنت شغلتكم كلكم اكيد، يعني ما كنتش هبخل عليكم. بس الفكرة ان هي بتبقى عبارة عن طلب، لما البنك بيحتاج بياخد. وممكن على فكرة تفضل الزبلينية بتاعتك معلقة لفترة، يعني ممكن تفضل معلقة معاك لفترة الزبلينية بتاعتك، وفي النهاية يقبلوك، لان ممكن مثلا يكون عندهم
مثلا سي 10 اوكي، وهم محتاجين 10، بس في واحد مثلا ماشي هم عارفين ان هو هيمشي، فبيفضلوا معلقين مثلا الزبلينيا بتاعتك لحد ما يشوف انسب حد، وفي الاخر تلاقي نفسك اتقابلت بعد شهرين 3. يعني انا عن نفسي بشتغل في البنك ده بس بساعات مش اضافيه، انا بشتغل بساعات مقطعه او جزئيه بارت تايم. تمام. فعلشان كده نركز في النقطه دي يا شباب، اني مش دايما هتلاقوا البتاع مفتوحه. طريقة التقديم انا هنزل لكم طريقة التقديم بالتفصيل من اول فوق لحد تحت، وايه اللي تنزلوا وايه اللي تعملوا وايه اللي كل حاجة هنزلها لكم. بس اصبروا عليا، يعني انا الفترة دي كان عندي 150 حاجة حرفيا وما كنتش في احسن حالة، فعشان كده اعذروني ان هو بيحصل كل الدربكة دي وان انا ما بعرفش انزل لكم، بس غصب عني حرفيا. بس اوعدكم ان الفتره اللي جايه هنزل لكم فيديوهات كتيره جدا، وكل الفيديوهات اللي انتوا طلبتوها مني هبدا انزلها الفتره اللي جايه. بس الفتره دي كانت عندي دربكه كتيره وعشان كده ما كنتش قادره انزل لكم كل الفيديوهات. طيب ده بالنسبه للسؤال اللي انتوا اكتر حاجه بتسالوني عليه اللي هو بتاع الشغل. تعالوا نشوف تاني سؤال علشان برضو يبقى سؤالين ومعلومه مفيده. في حد هنا بيسأل هو نتيجة المنحة 2023 هتظهر امتى؟ بصي يا شباب، عشان ما تقلقوش نفسكم وما تخافوش. المنحة بتظهر يا إما في آخر 3 أو لحد ممكن معاك تبعتلك رسالة في شهر 5. فأنت علشان كده خلي إيميلاتك مفتوحة دايما معاك من شهر 3 لحد شهر 5، خلي إيميلاتك مفتوحة. تمام. لأن في الفترة دي هو بيتبعت القبولات وبيتعمل لك كمان انترفيو بعد ما بتتقبل، وبعد كده بتدخل ورقك في المرحلة التانية وبتبدأ تكمل باقي الخطوات. يعني ليلة طويلة قوي كده بس مجرد ما بتتقبل. فأنت علشان كده نتيجة بتكون معاك من شهر 3 ومن شهر 5. وموفقين وان شاء الله كلكم تتقبلوا، وان شاء الله كلكم تيجوا هنا، وان شاء الله كلكم تستفيدوا وتبقى في احسن حالة. بس دي سؤالين اللي انا كنت هرد عليهم النهاردة. استنوا بقى الجزء التاني او الفيديو اللي جاي عشان تعرفوا باقي الاسئلة، وكمان هنزل لكم كل الحاجات اللي انتوا طلبتوها مني بالتفصيل بالتفصيل بالتفصيل. بحبكم كتير، كانت معكم مونيكا، باي باي.